السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. معاكم حسناء صادق، اهلا بيكم وفي قناتي الجميلة المتواضعة الصغنطوطة، ده البيت الصغير اللي مجمعنا كلنا. اللي بيشوفني لاول مرة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس، واللي بيشوفني من قبل كده متنساش اللايك 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 على الفيديو. خليك دايما محضر خير، خليكي دايما محضر خير. ازاي تكسبي ثقة الناس وحبهم فيكي، وان دايما يبقوا بيثقوا فيكي ويحكوا لك كل حاجاتهم. دايما بنقول ايه، اشمعنى انا يعني اللي دي مش بتحكي لي كل حاجة؟ اشمعنى بتحكي لسلفتي وانا لا؟ اشمعنى بتحكي لصاحبتي التانية دي وانا ما بتحكيليش حاجة عن حياتها؟ اشمعنى بتروح تاخد رأيي دي وما بتاخدش رأيي انا؟ هو انا ليه بحس ان كده مش محبوبة في المكان اللي انا فيه؟ هو انا ليه بحس ان انا مش محبوبة في شغلي او في مكان شغلي، او مش محبوبة في العيلة، او مش محبوبة في وسط الجيران؟ ليه؟ علشان لازم احنا في اي مكان نكون فيه نكون محضر خير. يعني ايه محضر خير؟ يعني دايما تكوني بتتكلمي في الخير، دايما بتنصحي في الخير. اوعي ابدا حد يكون ناوي يعمل حاجة وانت تروحي توقفي الحاجة دي او تنصحيه بالنصيحة فيها قرار مصيري ليهم. خليكي حياد، خليكي ذكية، امتى تنصحي وامتى ما تنصحيش، امتى نصيحتك تكون زي ما بنقول كده عايمة. يعني ايه عايمة؟ يعني لا انت ما نصحتيش ولا نصحتي واديتي رأي يغير حياتهم. زي مثلا يكون في واحد مثلا ناوي ياخد ولاده ويودوهم مصيف يفسحهم، متفق مع ولاده ومتفق مع عياله ومراته وخلاص ومظبطين احنا شهر 6 هنطلع مصيف. يجي بيحكي لقدام حد في الشغل، يروح واحد صاحبه عامل له ازاي يا عم مصيف ايه وبتاع ايه، ده المكان ده وحش جدا، او مثلا يا عم مصاريف ايه، انت هتروح تصرف قد كده هناك ومش هتخلص، وفي الاخر على ايه يعني؟ يروح الاب رايح يلاغي كل الخطه اللي هو كان عاملها بسبب كلام واحد معاه في الشغل. مثلا واحد ناوي يدخل بنته كليه خاصه، ما جابتش مجموع وهو عنده القدره. يا عم كليات خاصة ايه؟ يجي بقى حد كده ابن حلال او واحدة من العيلة او حد تقول له يا سيدي كليات خاصة بتاع ايه، وفر فلوسك لجوازها، وفر فلوسك لكورساتها، وكله بيحصل بعض، دخلها اي حاجة وخلاص. واحد يكون جاي له سفريه وجاي له سفريه في دوله كويسه وعايز يسافر في دوله كويسه، يجي حد من اصحابه سفر ايه وغربه ايه، اصلا مش هتاخد حاجه، وممكن بعد شهر ولا 2 الشغل يوقفك ويقعدك وما تلاقيش شغل، ولا تبقى طولت سما ولا طولت ارض، لا عارف ترجع بلدك وخسرت شغلتك اللي في بلدك ولا عارف تكمل هناك. يبقى انت عملت ايه؟ وقفت المراكب السايره. طب ليه؟ يجي بعد كده يندم، يشيلك الهم. اللي ما وداش ابنه مصيف ده يندم، يشيلك الذنب والمسؤوليه. اللي ما وداش بنته كليه خاصه يندم، يشيلك الذنب والمسؤوليه. فدايما لما انت تبقى حد كده محبط، حد بيدي قرارات لحد كده وتوقف المراكب السايره كده، انت مش تبقي محبوبه في مكانك. امال نعمل ايه؟ ننصح بالنصيحه الحسنى، وانتوا اختاروا اللي انتوا عاوزينه يا جماعه. يعني ما تديش قرارات في حاجات مصيريه. واحده تقول لك ده احنا هنسافر مصيف، ده ربنا يسعدكم، ربنا يحلي ايامكم، ربنا يا رب ان شاء الله يجعلها اجازه سعيده وترجعوا مبسوطين باذن الله. بس مالكيش دعوه بقى، لا ده انا رحت المصيف ده، وده بشوفه كتير جدا، ده انا رحت المصيف اللي انتوا رايحينه ده وحش جدا، ده سيء جدا، ده الحاجات هناك غاليه قوي، ده كذا وكذا ليه حد واحده متفقه مع جوزها واولاد ما يروحوا؟ انت مالك؟ انت بتعملي كده، وانتوا اكيد بتقابلوا الشخصيات دي في حياتكم. لو بتقابلي شخصيات من اللي بتعمل كده ما تكمليش معاها، ما تتعامليش معاها، ما تحكيلهاش عن حاجه تخصك تاني. ليه؟ لان هي مش محضر خير. حد قدامك بيقول ده انا ابني جاي له سفريه ومسافر وبتاع دوله كذا، يا نهار ابيض ده هيتبهدل، ده الجو هناك حر نار، ده هناك ما تقوليش درجه الحراره عامله ازاي، ده هيتبهدل، ده انا ليا ابن اختي كان مسافر من كام سنه ورجع زي ما راح زي ما جه يا عيني ولا عمل اي حاجه. طب ليه ما تسيبيهم يجربوا؟ ما يمكن الرزق بتاعه في المكان ده. ليه توقفي المراكب السايره؟ ليه الناس اللي بتعمل كده ليه بتعمل كده؟ ليه بتخليكوا دايما محضر شر؟ لا، انت عرفتي الانسانه دي بتعمل كده، ما تحكيش حاجه قدامها ولا تاخدي رايها في حاجه. ده في ناس في ابسط الامور بتعقدك، في ابسط الحاجات اللي في البيت بتعقد. ده انت لو قلت لها اطبخ كوسه، هتعملوا اكل ايه النهارده؟ انا هعمل كوسه ولحمه او كوسه وفراخ. كوسه؟ يا ساتر ده اوحش خضار، ده خضار تقيل على القلب، ده خضار ايه ده بتاكلوا كوسه؟ والله العظيم كانك بتعملي جريمه. كانك بقى ليه؟ عشان هي عايزه تطلع نفسيه، فاهمه؟ وهي عارفه وهي مش عارفه. لا،
حد حكى قدامك بألف هنا وشفا، ما انت ذوقك غير ذوق دي، ما اللي انت بتحبيه مش دي بتحبه، فعلى طول كده بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري بألف هنا. جميل، اللهم بارك، ربنا يا رب يديمها نعمة علينا. ده انا هروح بنتي هتشتري لبس من المكان الفلاني، المكان الفلاني هيتنصب عليك، ده حراميه، ده بيقول حاجه غاليه جدا، ده بيعملوا كذا 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 كذا. لا، ليه؟ مبروك عليها يا حبيبتي، ربنا يوفقكم في حاجه كويسه. فخلي دايما لسانك حلو، خلي دايما كلامك حلو، خلوا دايما ردود افعالكم على الناس حلوه. ان حد بيسالك عن حاجه اعمل ايه ولا ما اعملش ايه، خليكي وسط، لا تاخدي قرار ولا ما تاخديش قرار ولا تساعدي. انا بنتي هدخلها، عايزه الكليه دي ادخلها خد كليه خاصه، مش عارفه حلوه ولا ايه. بصي يا حبيبتي، اسالي كتير، ابحثي على النت، تعملي سيرش كده وابحثي، اسالي الناس اللي دخلت الكليه دي، خليها تسال اصحابها وتعمل. انصحي النصايح دي دايما، لكن مش ايه لا ولا خاصه ولا بتاع، ما كفايه جهازها، وفري لي جهازها، ده لسه انت هتحتاجي في جهازها قد ايه. لا، بلاش بلاش. والناس اللي هي مش محضر خير دي ابعدوا عنهم على قد ما تقدروا، لانهم بيدوكوا طاقه سلبيه وحشه جدا في حياتكم، وبيدوكم نظره للحياه وحشه قوي قوي قوي، وبيعقدوكم وبيكرهوكم في عيشتكم، وبيوقفوا لكم حاجاتكم وحياتكم دايما اللي ماشيه صح. طبيعي بنفضفض في شغلنا مع اصحابنا مع اهلنا، دايما لما بنكون داخلين في حاجه جديده بناخد راي حد، بنستعين بحد، نفضفض معاه، نسال. فخليكوا دايما لو انتم اللي اتسالتوا خلي لسانكم جميل، خلي كلامكم جميل. لو انت اللي بتسالي ما تساليش الانسان اللي هو محضره شر ده، اللي كلامه شر ده، الانسانه اللي بتوقف المراكب السايره دي، اوعي تتعاملي معاها ولا تحكوا قدامها ولا تتكلمي معاها في اي حاجه خالص. كده هتكسبوا حب الناس، وهتكسبوا قلوب الناس، وهتكسبوا ثقة الناس. ودايما يا رب دايما كده مفرحين الناس كلها، ودايما جبرين للخواطر والقلوب، جبرين للخواطر والقلوب، لان دي حاجة مهمة قوي. جبر الخاطر وجبر القلوب دي حاجة كويسة جدا عند ربنا. ودايما يا رب في احسن حال. ما تنسونيش في اللايك، وفي اخر الفيديو بقول لكم خليكم محضر خير. السلام عليكم.